السلام عليكم، عاملين ايه؟ عايزين النهارده نتكلم على موضوع مهم: الحقد والكراهية والغل اللي بقى موجود في نفوس الناس حوالينا. تلاقي زميلك كاره ليك الخير بدون اي سبب وبيسعى ان يفشلك او بيوصلك شغلك، مع انه لو سعى بنفس الحماس ده لنفسه كان بقى في حتة تانية خالص، وكان نال رضا ربنا بدل ما ينول سخطه وعقابه. معظم الحوادث في الفترة الماضية واللي كانت نهايتها بشعة كانت بسبب الحقد والغل والكراهية اللي بقت مالية النفوس واللي ضد ديننا وتعليمه. ففي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. إن الشيطان طول الوقت عايزنا يبقى منا عداوة ونبقى كارهين بعض. قال الشيطان لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. ولما الشيطان يغوينا ويزين لنا أعمالنا ونقع في الخطيئة هيكون كما شاء في كتاب الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. صدق الله العظيم. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحبة والتسامح بين البشر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شرح يحب لأخيه أي للمسلم وغير المسلم. اللي يزعل إن كله عارف وفاهم الكلام ده، بس بعدنا عن طريق السليم والجري ورا متاع الحياة خلى الناس بعدت عن ربنا، بعدت عن طريق الهدايا، بتتمنى زوال النعم، بتتمنى للغير الشر. المشكلة إن الشخص ده بيبقى في صراع، لا هو مرتاح ولا عايز غيره مرتاح. طب إيه العائد اللي بيعود عليك في كده؟ ليه ناسي ربك وناسي يوم الحساب ده؟ انت في الاخر مش هتاخد حاجة ولا هينوبك حاجة الا المرض، لان الحقد والغل اللي لما يدخل ويتغلغل في القلب يصبح القلب مريض. فوق قبل فوات الاوان، كفاية اللي ضاع من عمرك. ربك كريم غفور رحيم يقبل التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالنسبة للي مكمل تزية وفاكرها شطارة، مش هقوله إلا اللهم أجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أجعل كيدهم في نحرهم، اللهم أرني فيهم عجائب قدرتك، اللهم إني مغلوب فانتصر وأجبر قلبي المنكسر وأجمع شملي المنتثر. يا رب إن حيلتي قد قلت وسبلي قد ضاقت ولا ملجأ لي إلا إليك، اللهم خذ حقي ممن ظلمني واكفني شر من عاداني ورد كيدهم في نحرهم. يا رب أنت نصير المستضعفين وأنا عبدك الضعيف المستجير بك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم رني عجائب قدرتك في نصرة المظلوم وأجعل عاقبة صبري خيرا وبدل خوفي أمنا وحزني فرحا إنك على كل شيء قدير. لعله بفائدة. أستودعكم الله.